الكراكيب او الفوضى او المكان اللي مش نضيف، عمرك فكرتي ان الحاجات دي ممكن تكون بتأثر بشكل مباشر على راحتك النفسية او افكارك او انتاجيتك؟ صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو ده، انا ندى حشيش. لو مهتمة كملي الفيديو. هو مع الاسف الكراكيب مش بس بتاخد مساحة من المكان اللي حواليك، الكراكيب بتاخد برضو مساحة من دماغك. يعني لو ده مش مترتب ده مش هيترتب. طب انت عايزة ترتبي ده، يبقى لازم ترتبي الاول ده. اه انت مثلا جربي كده ان انت مثلا تقومي تعملي حاجة تلاقي نفسك اتخبطتي، اللي هو ماشية في مكان ضيق من كتر مثلا ما الدنيا مثلا ضيقة، او من كتر ما في كراكيب في كل حتة، ماشية بتتكعبلي في جزم وشنط وحاجات مرمية على الارض. او ان انت مثلا تبقى المكان مش نضيف وفي بواقي مش عارفة بسكوت هنا، مش عارفة كيس شيبسي هنا، كنزاية. او ان انت بتفكري في مثلا في حاجة او عايزة ترتبي حاجة او عايزة تعملي مهمة معينة، تبصي تلاقي مثلا على السراحة بتاعتك علبة كريم خالصة من واحنا صغيرين، حاجات تحسيها اكسبايرد، ما استخدمتها من امتى دي. تبصي ورا الباب تبصي تلاقي آه، الحاجات متعلقة، هدوم مش عارفة من امتى، هدوم هتتغسل، لا احتمال تتغسل، لا ما اتغسلتش، الهدوم مش عارفة مرمية على الكرسي. قوليلي بس يعني بذمتك دي ازاي بيئة تطلع حد شخص انتاجي او تخلي حد يبقى نفسيته مرتاحة؟ ده احنا حتى مثلا دايما هتلاقي كده ايه، مش عارفة هو ده يعني الناس اللي انا اعرفها بس او انا، اللي هو لما بتنضفي وتاخدي شاور بتحسي وتغيري الملاية بتحسي انت ابتديتي بداية جديدة، اه انا خلاص كده خدت خطوة تجاه حياتي. وده فعلا انت بتحسي ان انت مجرد ما عملتي كده ان انت انا رتبت الدنيا، خلاص الدنيا مترتبة اهي، انا بقى دلوقتي اقدر اشتغل على هنا وارتب هنا كويس. هو عموما يعني من ضمن الحاجات برضو اللي هي بيحسسك بالعجز، انا مش عارفه اسيطر على المكان اللي انا قاعده فيه، انا مش عارفه اتصرف، انا مش عارفه اشيل دي من هنا لهنا. طب انا هسيطر على حياتي ازاي؟ هفكر في حياتي ازاي؟ هنتج ازاي؟ طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اولا هتخلصي من الكراكيب وهتنضفي وهتخلصي من الفوضى دي وتجربي وتشوفي ده تأثيره ايه على حياتك، وانا متأكدة ان انتي هتنبسطي جدا بالموضوع ده. طب ازاي؟ اول حاجه هاتي كرتونه مثلا وشوفي بقى الحاجات اللي في الاوضه دي اللي هي ملهاش لازمه. هنبتدي مثلا من الاوضه، ما تعمليش البيت كله مره واحده، هنبتدي من مكان مكان عشان ما تربسيش الدنيا في دماغك. تمام. دلوقتي في كريمات، في حاجات مثلا ملهاش لازمه، حاجات اكسبايرد ارمي. ادويه مش عارفه ايه نقيها كده، حطي مثلا الحاجات اللي انت ممكن تبقي بتستخدميها او اللي هو احتمال تستخدميها، الحاجات اللي هي المفروض تبقى موجوده في البيت بس هي غالبا هتلاقي حاجات اكسبايرد فارمي برضه. الكريمات، البرفانات، الحاجات اللي ما بتستخدمهاش على طول بشكل يومي دخليها الادراج، رصيها في الادراج، انا بقولكيش تخلصي منها. الحاجات اللي انت ذوقك اتغير عليها، انت في حاجات هتحسي انت خلاص انا ما عدتش بحب البرفان ده، انا البلوزه دي ما عادتش بلبسها، مش حباها، ما عادتش موضه، مش مريحاني، سايباها الوقت عاوزه ليه اديها مثلا لحد تاني محتاجها. وصدقيني انت لما بتخرجي بيجي مكانها حاجات، وجربي الموضوع ده ان انت تخرجي حاجات هيجي مكانها حاجات تانية واحسن. آه طيب خلاص احنا كده اتخلصنا من الكراكيب، نظمنا الاوضه، اللي عايز يتغسل يتغسل. او بصي هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها انا لبستها مره مش خلاص احتمال ما تتغسلش او هلبسها تاني، لا هي الحاجه بتتلبس مره بتتغسل. موضوع يعني ده احنا اتكلمنا فيه وهرسناه في فيديوهات كتير جدا. اللي هو انت دلوقتي جيتي من بره مش حاسه، حتى لو انت مش حاسه ان هو، لا هتغسليه حتى بمنعم الاقمشه، اغسليه مثلا بدوره صغيره لو انت حاسه ان هو مش متوسخ قوي. المهم ان ده هيتغسل، مفيش حاجه اسمها ده خلاص ده مش احتمال ما يتغسلش، اتلبس هيتغسل. يعني مش هنتكلم في الموضوع ده كتير، خلاص انت كبرتي. نيجي بقى فاهم للأوضة نفسها. الملاية، اصحي من النوم شدي الملاية، ظبطي الملاية، افردي سريرك، ظبطي سريرك ده عشان طول الوقت بنتي حاسة ان انتي عينيكي مرتاحة. حتى العفش او الحاجة اللي ملهاش لازمة في الأوضة، يعني ترابيزة ما بتستخدمهاش، مكتب مش عارفة فاهم، اللي هو حاجة انتي ما بتستخدمهاش او ملهاش استخدامات في الأوضة، والله هما لو مش في البيت مش عايزين يستغنوا عنها، سيبها لهم، سيبها لهم وخلي انتي اوضتك بس هي اللي رايقة وزي الفل. آه او شجعيهم، يعني متمسكين بيها او خلاص انتوا مش متمسكين بيها يا جماعة، ادوها لحد محتاجها. بعيها، اتصرفي فيها. يعني المهم ان انت تبقي في مساحة ان انت تمشي فيها وتبقي مرتاحة وانت ماشية، مش حاسة ان انت بتتخبطي مش عايشين في اتوبيس احنا. آه
ايه تاني احنا ممكن نتكلم فيه في موضوع الكراكيب ده؟ التنظيف، يعني الملاية بتتغير على الأقل كل يومين 3. الأرض، صدقيني الحاجات دي مش هتاخد منك نص ساعة. انتي لو اتعودتي، لو دخلتيها في روتين حياتك، مثلا ان انتي كل يوم قبل ما تنامي تكنسي الأرض بالمكنسة بالكهرباء، تلمعي الحتت اللي باينة، هتبصي تلاقي، فاهم، حتى بواقي الشعر بتاعنا احنا مثلا لما بنسرح شعرنا بتلاقي شعر كتير نازل على على السجادة او كده. الحاجات دي مع التراكم بتضايقك وانت، فانت فاهمه اللي هو يعني ابسط حاجه انت ممكن تكنسي مثلا الاوضه بتاعتك بالمكنسه بالكهرباء، تلمعي مثلا الاماكن والازاز والحاجات دي كل يوم. صدقيني مش هياخد منك 10 دقايق، لو بقى روتين في حياتك مش هتاخد منك 10 دقايق، بس انت هتحسي براحه نفسيه رهيبه ومش هياخد منك مجهود. بدل ما تروحي الجيم، بدل ما تمشي لك 5000 خطوه، هيحرق سعرات. في النهاية ان احنا قلنا احنا اول حاجة هنتخلص من الكراكيب، الحاجات اللي بنستخدمهاش هنرميها. الفوضى هنرتبها، بمعنى اللي عايز يتغسل هيروح على الغسالة، او هيتغسل او هيتحط في باسكت غسيل مقفول. الحاجات اللي بنحتاجها مثلا ندخلها في دراج او في وحدات تخزين. الحاجات اللي بنستخدمها بشكل يومي هي دي بس اللي هتبقى قدامنا. الكتب اللي مش محتاجينها، مش عارفه ايه، ممكن الحاجات دي تدخل مثلا في وحدات تخزين، تنزل تحت السرير تشتري لها وحدات تخزين. في وحدات تخزين بتتباع ان انت ممكن تتصرفي، يعني تلاقي لها مكان. في النهايه يعني انت كده هتبقي، صدقيني، رتبتي الدنيا اللي بره. بعد كده بقى نشتغل على ترتيب الدنيا اللي جوه. طب هنرتب الدنيا اللي جوه هنا ازاي؟ والله انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، فانت تابعي الفيديوهات وشوفي. انا بس كنت بقول لك نقطه تبدأي بيها قبل، يعني صدقيني هي دي ممكن تكون واقفة قدامك، او واقفة قدام ان انت ترتبي افكارك او ترتبي اهدافك او توصلي لاهدافك. فدي هتبقى حاجة معرقلاكي، انت طول الوقت حاسة ان انت مخنوقة متضايقة، انت مش عارفة انت متضايقة ليه. فجربي، صدقه لو افادتك هتبقي انجزتي وهتدعيلي. لو ما افادتكيش هيبقى ما خسرناش حاجه، وقاعده في مكان نضيف وما في عندكيش كراكيب وطاقه المكان كويسه. المكان بيدخله الهواء من كل حته، الهواء بيمشي فيه يعني مسارات حركه كويسه، مسارات هواء كويسه. هتبقي انتي قاعده مرتاحه. يعني ما فيش حد بيبقى اكيد متضايق لو هو قاعد في مكان مش نضيف او مكركب. وبس اتمنى مثلا الفيديو يكون عجبك، وشاركيني باي راي. يعني لو ليك اي راي في الموضوع اللي انا بقوله يا ريت تشاركيني بيه. لو ليكي تجربه في ان انت تخلصي بالكراكيب، ايه اللي حصل بعدها، شاركي الناس بيه عشان تتشجع ان هي تعمل كده. وشكرا ان انت ان انت شاركتيني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. وشكرا.